وخلينا ندخل الحين دكتور إلى المسألة الأهم اللي يمكن ينتظرونها كثير من المشاهدين والمستمعين، اللي نفتحها واللي أنا أعبر عنها وأسميها بصيدلية الجدات أو صيدلية الأمهات اللي نتوارثها جيل عن جيل. خليني أبدأ معك أول شيء بالمرة. المرة وش لها وش عليها يا دكتور؟ المرة هذه شيء يعني من الأشياء اللي مسطرة بالتاريخ القديم، حتى في العهد القديم موجودة في كتب الإنجيل أو التوراة. نعرف اللي قصة اللي أتوا إلى عيسى وجابوا معهم المرة، وهذه موجودة في القصص القديمة. المرة سلمك الله اللي حتى اسمها بالإنجليزي يسمونها المر، احنا نسميها مرة هم يسمونها المر. طبعا هذه فيها زيت طيار، قوة الشفائية عالية جدا. هي فيها مفعول مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات ومسكن الآلام. على سبيل المثال التهابات اللثة ما في أفضل من المضمضة بمنقوع المرة. ينقعها إلى مدة كم؟ أنت مجرد ما تحركها في موية دافئة تذوب صح؟ ماشي. يعني لو ذوبت قطعة صغيرة كبر حبة الحمصة هذه إيه؟ ماشي في كوب ماء دافي تشربها الصبح صباحا، بس يفضل على الريق لا تتعدى نص ساعة إلا من تاكل، لأنها تسبب هبوط بالسكر. عجيب. أي فأنت لا تشربها. اشربها على الريق لكن بعد نص ساعة نعم. افطر. نعم. عط مجال أنها تروح على معدة خالية وتسرب فتعطي المفعول المطلوب. التهابات المعدة والتهابات القولون والتقرحات ممتازة جدا عند منقوع المرة. كذلك التهاب الجيوب الأنفية ما تحتاج تعمل عملية جيوب، جرب طريقة المرة. وشلون؟ أي طريقة؟ اللي هي المنقوع وتنقيط بالأنف. ينقط منقوع المرة مثل ما قلت كبر حبة الحمص إيه؟ في كوب ماء دافي وشوية رشة ملح. رشة ملح يعني في طرف الملعقة الصغيرة حقت إيش تحريكة الشاي ماشي. وهذا السائل احفظه عندك بالثلاجة أو حطه في قطار خلها في الثلاجة ونقط في الأنف 2 3 مرات في اليوم. هذا حق شغلتين: التهاب الجيوب الأنفية وفقدان حاسة الشم. فقدان حاسة الشم، التهابات الجيوب، جرب هذه الطريقة وشوف أسبوع أعطيك إلى 10 أيام. في أشبه أقوى من المرة تفعل هالشيء هذا. التهابات والصديد اللي يخرج من السرة برائحة، منقوع المرة نقط عليه بس تنقيط 2 3 مرات في اليوم 3 أيام إلى أسبوع وانتهى الأمر تمام. عندي حالات وموجودة في حسابي على الانستغرام لحالات قرر عليهم بتر القدم. غرغرينة؟ نعم بتر، في جرح سكر تحت القدم مفتوح زي السندويتش هالشكل. والله العظيم ما أزل عليك. أعطيتهم العلاج فقط المسح بمنقوع المرة، ثم بعد ذلك طبقة خفيفة من العسل ويغير على الضماد يوميا. طبعا هو مو خسران شيء لأنه كان مقرر له بتر. حطيت الصور 3 صور، صورة أول ما جاني، صورة أثناء العلاج، وصورة بعد 2 شهرين من العلاج. تشوف اللي مفتوح مشطور كذا كيف وصل بالنهاية العلاج. التأم بس صار. كان لي لقاء قريب وذكرت هذه القصة على الهواء، وإذا بي بنت هذا الرجل ترسل لي رسالة: الله يجزاك خير إنك أنت لازلت تذكرني، أنا بنت فلان وأبشرك إن أبي بحال بصحة جيدة. مضاد للالتهابات، سكر الجرح مرة واحدة. المرة أولا قضت على الالتهاب اللي صار والرائحة والعفن، ثم بعد ذلك بدأت الدماء تمشي تدب في العروق. قلت له حذرته، قلت له راح تشعر بالألم لأن راح تبدأ الحياة تدب معاك. الآن الأعصاب عندك أنت شوية رايحة منتهية، راح تصحى معاك وراح تشعر بالألم، بس تحمل. فأصبح يأخذ مسكنات فقط للألم. سبحان الله، وسكر الجرح معاه ولا مع أنه شايب 70 سنة عمره. وأنت تتكلم بس على هالمنقوع، منقوع المرة، وبعدها دهن بطبقة خفيفة من العسل. وهذه أي عسل؟ هو عسل المنوكة تركيز 18 UMF تركيز 18 ماشي، أو عسل سدر. وهذه المعلومة كذلك تهم اللي معهم تقرحات الفراش، كبار السن اللي كثر ما هو يكون مستلقي هذا ما في، فتصيب تقرحات الفراش. بعض الحالات يضطرون الكحت. وهذا جرب منقوع المرة مثل ما أنا قلت، تمسح الجرح منقوع المرة، بعدين طبقة خفيفة من العسل تغطيه
تغير عليك اليوم، شوف أسبوع إلى أسبوعين كيف يحصل. الرضع نعم. أيضا أمهاتنا من أول كانوا يستخدمون المرة علشان بس ينفطم. بس هذه مسكين.